السلام عليكم. حلقتنا لهذا اليوم حلقة برنامج حملة المهاجر وحملة حملة المهاجر. السلام عليكم. نبدأ الموضوع العناوين إن شاء الله. تفضل أستاذ محمد الشرف للأهاجر. أنا مع حملة للأهاجر. تفضل أبو محمد تهاجر. أنا للأهاجر. ليش؟ فهمني تفهم. أنا أقول لك. فهمني. أنت هسه راح تقول لي أنت ليش ما تتهاجر؟ ليش ضل ببلدك؟ حقوقك مبيوقة، صح لو لا؟ حقوق مبيوقة، كهرباء ماكو، فرص عمل ماكو، العمل بأنواعه ماكو، لا نقدر حتى سباقين ما نقدر نشتغل، هذا البنجلاديش. بالمحلات ما يشغل عراقي يشغل بنجلاديش. بكل مكان مشتغل البنجلاديش وقل المشتغل العراقي. أنت حملة المهاجر؟ أنا مع حملة للأهاجر. تفضل احكي سولف. للأهاجر أنا أسولف لك. بعض الشاشة على الشاشة وخش سمعك الناس. سمعك شو تقول؟ للأهاجر. أولاً دخل داعش من له هاي الفلوس اللي يقتلون، والقيمة الداعشي قيمة فلوس هواي، أكيد ما مطينا 100 200 3 ورقات 4 ورقات 10 ورقات 15 ورقة عشدة على مود يجي قاتل، مطينا ملايين على مود يجي قاتل، نضحي بأهله بسبب الملايين مطينا إلى الفلوس، صح لو لا؟ صحيح. هذا هاي معاملتها دول. مثل المهاجر انت جاي تقول مثل ما جاي تقول الشعب خسران، لا اكل لا شرب، ماكو فرص عمل، باقونا الحراميه والحكومه. انت جاي تقول انا مهاجر، تقول الشعب واضح وصريح بعدين يرجع الامان. شو تقول لي استاذ؟ أنا مثل ما قلت لك وهي حملة للمهاجر، إذا أنا هاجر وأنت تهاجر وغيري هاجر وجاري هاجر وعمي هاجر وابن عمي هاجر وابن خالي هاجر، هذا الشعب منو إلي؟ هذا الشعب بعدين يمكن الله ينصرنا عليه. اول شيء خلينا نحكي شغله. انت انا وين مهاجر؟ اول شيء اكو واحد دق عليك الباب، ما افضل شيء ادتنا وبعدين ما داعش مو خطر سلف ليل صكاك رواتب ماكو موظفين. هسه هاي التعيين ماجستير استاذ ابو محمد تطلع ناس تعين ماجستير لحد الان ماكو تعيين ناس بالعماله. هذا بشرفك يطلع سادس عندي ويروح يدق عماله. شيل من دوله هذا شلون يعني التهاجر يا ابو محمد؟ هناك من تروح لالمانيا يعطونك كلب وكلب وشرب وملابس كلها عليهم. احنا هنا اكو واحد داق الباب أنا دق عليك لا تحاسب. لا انا بس ابدا احاكيك. اكو واحد داق عليك من الباب يعطيك فوق شغله والله. هاي بس هاي الحكومه الغنم تدق الباب كل سنه، لابتوب بايسكل الاطفال هدايا كل سنه. هناك الدول الغنم احنا هنا ليش جايب بقول؟ احنا بوق لان ما حد حريص على وطنه، ما حد جاي يشتغل. صحيح. مالكي والعبادي جايين يبوقون ويرحون مصلحتهم. هسه الامارات اذا مات عنده جندي يسوي لها قامه قاعده. بالامارات ظلوا يوم كامل يحجون على 4 جنود ماتوا، واحنا العراق يموتون آلاف بسبب السياسيين. السياسيين انت يعني قلت لي العبادي لو يفتح المنطقه الخضراء عشان هسه اول واحد انا بس العبادي اذا هو منضم لهم يعني شلون يفتح؟ هو جاي يقول انا منضم لهم، لو مو منضم لهم جاي يفتح الخضراء كان خلى الشعب يطول، كان خلى حق. هسه ابسط شيء بناء البصره، حرامات بناء البصره كلها باقوا النفط كلها يعني باقت الوادي. هسه ابسط شيء تشتغل بالبلديه بنجلاديش يشتغل، تطلع عمال على الاقل كانوا كل يوم يمكن 3 ايام يطلعون. هسه ماكو كل اسبوع كل 20 يوم بنجلاديش يجون افغان جنسيه بنجلاديش كل شيء. انواع الجناس جاي تجينا ما تدري ما بين. هاي الحكومه يعني جاي تصرح وجاي تقول بان الشعب هاجر، ما اريدك لا تشتغل لا اريدك تعيش لا اريدك تبني بلد، هاجر روح. اول شيء طب داعش اسسه امريكا اسرائيل اعداء العراق كلها السعوديه. إيران. السعوديه لو ربع تعطي للارهاب الهند هاي تصير مليارديره. اول شيء الفتوى اول ما طب داعش للعراق
سيد علي السيستاني فتى فتوى قال سيد محمد الصافي قال الذين يتمكنون من حمل السلاح عليهم المقاتلة حتى الموت. هاي من سمعوها؟ آلاف العراقيين، آلاف وملايين اتطوعوا، يعني بحيث إذا يلمونه كله يطلع جيش لا يعد ولا يحصى، بحيث هذا الجيش يطيح دول، يعني ياخذون شيء ورا شيء شيء ورا شيء. هاي ما سمعوا بيها إسرائيل وأمريكا والسعودية وقطر وتركيا وما ادري ورأس الأفعى السعودية ثبت هاي الفتنة مال الهجرة على مود المجاهدين والشعب والزلم كلها تروح. بعدين هذا يجيبون شيشاني هندي صيني باكستاني تونسي يجي قاتل بالعراق. هذول ماتوا الجنود، الشباب كلها طلعت لامريكا واسبانيا وفرنسا، هاي الدول النامية حتى يشتغلون بيها ويشوفون بيها شغلهم، والعراق يطير. اول شيء العراق اول دولة اسس بها النفط هي البصرة، وهسه قبل بايام الحرب مع صدام ما كان حر نفس هذا الحرب. هسه مولدات طلعونا من جوانابيب حتى شنو يسوون حرب البصرة، حتى يجون العالم من الحرب. شايف الحر اللي يقتل؟ هسه هاي الترابه اللي جتنا هذا الموسم منين؟ كلها من ورا هاي الاعلام اللي جاي يسوي اسرائيل وايران، الله ينتقم عليهم ان شاء الله. يعني ليش الشعب نايم ببيته وقاعد مأمن وقاعد في الحكومه وجاي